اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أحسن حال وأحسن صحة. وجيت لكم بفيديو جديد. الفيديو بتاعنا النهاردة روتين زقزوق وزقزوقة من أول ما بيناموا لغاية ما بيصحوا. زي ما حضراتكم شايفين فوق كان بالنهار، أما تحت بالليل ساعة أذان المغرب. فحبيت أوريكم أنا بتعامل معاهم ازاي في الشتاء، عشان بيسألوني كتير ويقولوا لي يا ريت تعرفينا يا طنط نانا بتتعاملي مع السلاحف بتاعتك ازاي في الشتاء. طبعا هما دلوقتي ساعة اذان المغرب كانوا نايمين تحت المخبأ. لو احنا في الصيف انا بسيبهم عادي في البلكونة، اما في الشتاء بدخلهم جوه في الشقة عندي، طبعا عشان اي تيار هوا عشان ما يجيلهمش برد، لان طبعا البرد بيتعب جدا السلاحف، وكمان علاجه بيطول، والسلاحف من ذوات الدم البارد فما بتستحملش اي برودة. تمام. فعشان كده انا بنصح حضراتكم دايما لو حضراتكم عاملين بيت خشب نغطي البيت بالليل ساعة اذان المغرب مثلا بطانية او اي حاجة نغطيه. اما لو زي عندي كده انا سايباهم جزء في البلكونة، طبعا بدخلهم جوه زي ما قلت لحضراتكم عشان البرد. تمام. طيب بعمل ايه بقى؟ بسيبهم طبعا يناموا واستنى تاني يوم لما الشمس تطلع. طبعا انا عندي شمس الحمد لله رب العالمين في الصيف والشتاء زي ما حضراتكم شايفين كده بتبقى متواجدة. انا دايما بصورها لكم في الجزء التاني اللي هو مكان المخبأ، بس النهاردة مصورها لكم اول ما الشمس نزلت البلكونة، بتيجي في الجزء ده الاول وبعدين بتنقل على الجزء التاني. تمام. فطبعا السلاحف بيختاروا المكان اللي فيه شمس وبيروحوا له، ده في الشتاء. في الصيف لا، بيختاروا المكان اللي فيه ظل. بس الشمس زي ما حضراتكم طول ما هي متواجدة في المكان بتطهر المكان من أي بكتيريا ومن أي أمراض، وكمان بتساعد السلاحف على النشاط، وخصوصا لو احنا في الشتاء. وكمان لو السلحفة مريضة برضو بتساعدها على النشاط. تمام. فأنا بطلعهم البلكونة، هم بينقوا الجزء اللي فيه شمس وبيفضلوا نايمين فيه. ما بقدم لهمش وجبة الفطار على طول، لا بستنى لما يناموا في الشمس ويستمتعوا بالشمس، وكمان الصدفة بتاعتهم تدفى وجسمهم يدفى ويحصل عندهم نشاط، هلاقيهم ابتدوا يتحركوا. ففي الوقت ده بقى ببتدي اجيب لهم الاكل اللي هم بيحبوه. والله المتاح عندي بحطه لهم، عندي نوع، عندي اتنين، عندي تلاتة، ببتدي احطه لهم. طيب لو احنا حطينا الاكل للسلاحف، هل معنى كده ان كل السلاحف هتاكل؟ والله برضو على حسب احتياجات جسم السلحفة. يعني انا التلاتة متربين مع بعض، بحط لهم وجبة الاكل مع بعض، بيناموا مع بعض. كل واحد بقى على حسب نشاطه، في حد بينام حد بيصحى. بس الوقت زي ما حضراتكم شايفين زقزوق بس اللي بياكل. زيزي طبعا لسه ما فاقتش قوي. زقزوق مش عايزة تاكل عادي خالص. هرجع واقول تاني لو سمحت من فضلكم ممنوع ناكل السلاحف غصب عنها. احنا بنحط الاكل وصدقوني لو السلاحف جعانة هتاكل. سبق وقلت لحضراتكم السلاحف أدرى باحتياجات جسمها. طب احنا نعمل ايه يا طنط لينا عشان السلاحف تاكل؟ مفيش. انا طبعا شايفة الوقت زقزوقة مشيت زي ما حضراتكم شايفين. زقزوق بياكل شوية كده. همسك الصدفة بتاعت زيزي، عملتها من تحت وانا كنت وريتكم. عايزين تخلوا السلحفة تطلع راسها، بتبتدوا تعملوا للصدفة من تحت، من بطن السلحفة بتبتدوا تحسسوا لها في الصدفة من تحت، فبقى على طول اوريدي بتطلع راسها وبتفوق. ساعتها انا بحط الخيار عشان هما بيحبوا الخيار قريب جدا من مناخيرها وبقها. في سلاحف خجولة يا جماعة بتخاف تاكل قدام حد، فلو سمحتوا لو السلحفة لسه جاية جديد بلاش تفضلوا مراقبينها، ممكن تراقبوها من بعيد بحيث السلحفة تحس بالأمان وتبتدي تاكل. أما أنا عندي خلاص السلاحف عندي الحمد لله رب العالمين حسوا بالأمان وعادي مفيش مشكلة. بس احنا عشان في الشتاء بتبقى أكلتهم بسيطة شوية. شايفين زيزي هتبتدي تفوق اهي وبتبتدي تشم الأكل. اما زقزوقة هي برضو لغاية دلوقتي مش عايزة اكل، عايزة تقعد في الشمس. مرة اصور لكم الاقي زقزوق هو اللي مش عايز ياكل وبيمشي، ومرة زقزوقة ومرة زيزي. فكل سلحفة على حسب طبيعتها يا جماعة وعلى حسب احتياج جسمها، فاحنا مش هنجبر السلحفة على اي اكل.
أنا بوريكم التربية الصح للسلاحف عشان نضمن تربية سليمة، وكمان عشان تربية السلاحف جميلة جدا، بس لو السلحفة صحتها كويسة صدقوني هتريحنا جدا في التربية. أما للأسف الشديد لو احنا شاريين سلحفة مريضة من البداية، أو لو احنا جايبين سلحفة سليمة بس احنا ما عندناش شمس ومش موفرين بيئة مناسبة، فالسلاحف هتمرض عندنا فهتتعبنا جدا في تربيتها. فرجاء توفروا للسلحفة يعني البيئة المناسبة. أهم حاجة الشمس، تربة زي ما حضراتكم شايفين كده عشان بتحافظ على السلاحف، وهي أساسا بيعيشوا يعني على تربة سواء زراعية أو بتموس ورمل، فدي طبيعتهم. تمام. فاحنا عايزين نوفر لهم بيئة تشبه لبيئتهم الطبيعية مع وجود الشمس. زي ما حضراتكم شايفين كده زيزي سابت الأكل ومشيت طعمة خالص وجميلة. المشكلة طلعت مش في السلاحف المصري ولا في السلاحف اليوناني ولا في السلاحف السلكاتة. المشكلة عندنا احنا في تربيتنا للسلاحف. انا ربيت المصري اهو عشان طبعا اعمل لكم تجارب، ولقيت تربيتها لذيذة جدا وجميلة، بس برضو عايزة محافظة وعايزة اهتمام. طبعا هي مشيت دلوقتي، انا طبعا هسكت يعني واسيبها تمشي كده؟ لا، بسيبها تمشي كده شوية. شايفين بطيئة جدا، وده طبيعي جدا في الشتاء، عشان بس ما تقولوش السلحفة مريضة وماشية بالراحة. لا، هي طبيعة السلاحف في الشتاء بتبقى مشيتها بطيئة خالص. يعني انا ممكن اقعد اكلمكم في الفيديو هي لسه لسه بتمشي يعني. المهم ما علينا، بس بجد تربيتهم جميلة ولذيذة، وهفضل اقول من احلى واحسن الحاجة اللي احنا الحيوانات اللي انا ربيتها. انا بحب اربي، بحب الطيور وبحب الحيوانات وبحب كل حاجة، الحمد لله رب العالمين، ده فضل من عند ربنا. فبس احلى حاجة السلاحف جميلة ومش مزعجة ومش مكلفة. وزي ما حضراتكم شايفين كده طبعا زقزوقة قاعدة وزيزي بتتمشى كده. انا طبعا هرجع اجيبهم تاني عند الاكل. يعني انتوا تسيبوا السلاحف شوية كده وبعدين ترجعوا تعرضوا عليها الاكل من جديد. فاهميني؟ يعني شوية كده السلاحف هتمشي تنام في اي مكان، تروحوا جايين حاطينهم تاني عند الاكل. ممكن الاول يكون ملهمش نفس، وبعد كده لو عرضت عليهم الاكل تاني ممكن شهيتهم تتفتح. ده اللي انا بعمله، بس ما بفتحش بقهم نهائي وادخل لهم الاكل في بقهم خالص يعني. اهو شايفين زقزوقة بتشاور نفسها اكل ولا ماكلش، مكسلة تاكل. بس صدقوني لو هي جعانة وجسمها محتاج اكل هتاكل هتاكل. تمام. انا بوريكم الفيديوهات عملي اهي. زقزوق بسم الله ما شاء الله بياكل، وان شاء الله زيزي هتاكل برضو اهي. الحمد لله ابتدت تفتح بقها، وده اللي بقوله لحضراتكم. لو السلحفة جعانة هتاكل هتاكل، ولو كلت قطعة صغيرة او قطمة صغيرة مفيش مشكلة خالص، بنسيبها براحتها. تمام. بس ما نقعدش جنب السلاحف بقى ونفضل نفتح بقها ونحط الاكل في بقها، لا احنا بنقرب الاكل من ناحية مناخيرها ومن ناحية بقها، وهي اما بتفوق كده بتبتدي تاكل لوحدها. فده عادي، ما منوش اي مشكلة. طبعا انا بقى عشان مش عايزة اطول عليكم الفيديو اكتر من كده، حبيت اوريكم روتين زقزوق وزقزوقة وازاي بتعامل معاهم في الشتاء. فيا رب الفيديو النهاردة يكون افادكم. ما تنسوش بقى اللايك والكومنت والشير. وكمان اللي اول مرة يشوف قناتي ما ينساش بقى يعمل جولة في القناة، واذا عجبته القناة ما ينساش بقى يشترك في القناة ويشير الفيديوهات لكل أصحابه، عشان نربي تربية سليمة. طبعا الهدف الأول والأخير من القناة ان احنا نربي تربية سليمة. وصدقوني بكون في منتهى السعادة لما بتكتبولي وتقولولي احنا ما كانش عندنا فكرة عن تربية السلاحف خالص، ولما شفنا فيديوهاتك اتعلمنا ازاي نربي تربية صح. يا رب دايما اكون عند حسن ظنكم، واذا عشت وكان لي عمر انتظروني في فيديو جديد. بحبكم في الله. باي باي.